ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم؟ الريحة قلبة يا جماعة، المطبخ وقلبة الشقة. حاجة عسل، حاجة تحفة يعني. هتاكلي منها مش هتشبعي. والله يا جماعة الصينية دي هتاكلوا منها مش هتشبعوا. بس التوابل والحاجة اللي حطها بالظبط حطوها، ما تنقصوش حاجة منها. جميلة يا جماعة. والله الأكلة تحفة يا جماعة. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في العسل ده؟ ها؟ بلاميطة بلدي، تحفة. حاجة جميلة يعني. طلع طازة كده ولسه كان جاي كده. وبصوا اللون بتاعه فضي وجميل. هنا بقى أول حاجة بقى ايه؟ هنقصه كده. نقصقصه بقى كده، نفتحوه بس. هو ما فيهوش من بره حاجة تتقص كتير يعني. بس هو بنفتحه كده من الأول والآخره عشان ياخد خلطة معايا. ط- طبعا ده مش سنجاري، أنا مش عاملاه سنجاري، أنا عاملاه صينية سمك بالبطاطس في الفرن. السنجاري بقى بتفتحيه خالص كده من ظهره كده وتفرديه على الاخر، انما ده انا بص فاتحه قلب بطنه بس. فاتحاه كده من اوله لاخره بس كده. شايفين؟ طبعا هتنضفيه كده حلو وتفتحيه خالص من اوله لاخره. وتطلعي قلبه غسله بقى حلوه كده. بالليمون بقى كده وحبه ملح وحبه خل. هيروح معاكي زي الفل. واللحم بتاعه ابيض، اللحم بتاعه بيبقى ابيض وجميل. وبصوا طازه ازاي، شايفين اللون القلب بتاعه احمر ازاي. هنا بقى ايه، قصيته كله وطلعت قلبه. وهنا بقى نكمل تنظيفه برضو تحت المية كده زي ما انتم شايفين. تفضلي تنضفي فيه كده لغاية ما قلبه يبقى ابيض. كل ما تغسلي فيه حلو هتلاقيه زي الفل. بصراحة حبة سمك كانوا زي العسل يا جماعة والله. صحة وعافية اللي كل. انا الطريقة دي، انا طبعا كل السمك ليه طرق ياما. انا كنت عاملة قبل كده زي ما قلت لكم كده معاكم السنجاري، ده مش سنجاري بقى زي ايه، اللي هو بصينية بطاطس بالسمك. يعني انا حاطه تحتيه حلقات بطاطس. والتتبيله بتاعته بقى، جربوا بقى التتبيله دي. بس حطوا الحاجات اللي كلها اللي انا حطاها دي. وهتشوفوا النتيجه. النتيجه هتبقى تحفه معاكم، والريحه كانت قلبه البيت كله الحقيقه. وطعمه زي العسل يا جماعه والله. انا بثقه يعني، انا بقول لكم ايه. اهم حاجه المصداقيه. طعمه كان زي العسل. اعمليه بالطريقه دي وهتدعي لي. لان التتبيله اهم حاجه، التتبيله. يعني هو اهم حاجه غسيله برضو كده. شايفين؟ انا ما اكتفيتش بكده، انا لسه هغسله تاني. يعني انا بصوا منضفته حلو قوي. بس لسه برضو هنحطه في ميه نضيفه تانية برضو ونشطفه تاني. بصوا طلع المصفى بقى بحطها عليه. في البلاستيكه بتاعتنا بنحطها كده عشان الحوض ما يتسدش. زي ما انتم شايفين. هنا بقى بشطف المصفى التانية والطبق. وهشطفه تاني. شايفين؟ الميه بقى بتاعته هتطلع بيضه جميله. ليه بقى؟ انا غسلته غسيل حلو قوي. بصوا بقى لونه عامل ازاي. قشطه. زي الفل. كده تمام تمام. هنا بقى الخلطة معانا بقى، شايفين الخلطة؟ هنا بطاطس حلقات. وهنا طماطم قطع صغيرة وليمون وفلفل. وده بصل اخضر، سر بقى النجاح بتاعه كرفس. ودق التوم كده بايه بالفلفل الاخضر وخل والزيت. معلقتين خل والزيت. شايفين بقى التتبيلة دي بقى طالعة حكاية. لسه كمان في حاجات تانية هتشوفوها دلوقتي. خليكم بس متابعين كده الفيديو معايا للآخر. وهتشوفوا العسل الجمال ده. هنا بقى حطيت الكرفس والبصل الاخضر. بصل الاخضر قطع صغيره وكرفس قطع صغيره. البصل ده عطاله تيست عالي قوي. وهنا طماطم. طماطمتين كده قطعتهم رفيع. وهنا دقه توم بالفلفل الاخضر حامي يعني. وهنا ايه، هنحط نص حبه زيت كده، بس نص كوبايه صغيره خالص على فكره دي. نصها بس زيت. وهنا حبه الخل عشان هنعوزه الزيت ده. ولنا الليمون بقى. ادي حطي بقى ليمونتين بقى ولا حطي 4. انا الليمونه دي كانت مليانه ميه معايا، حطيت ليمونه في الاول. والليمونه التانية هتشوفوا هنعمل بيها ايه. وهنا حطيت بقى بهار سمك وكمون. وحطيت كزبره ناشفه والملح بتاعها. بصي وحبه فلفل اسمر عشان يضيعوا الزفاره ويخلوا ريحته وطعمه جميل. جربوا الخلطه دي على بعضيها بقى كده. والبصل الاخضر مع الكرفس وكل الخلطه اللي عملتها دي. بصوا طلعت تحفه. انا حاطه طبعا التوم عليه فلفل اخضر الفرماه. فلفل حامي، فالتومه حامي قوي.
يعني التومة سبايسي كده، مش عايزة تحطي فلفل تاني حار. شفتوا الخلطة بقى جميلة تحفة ازاي؟ والكزبرة الناشفة جميلة. هنا بقى هنحط البطاطس في قعر الصينية كده زي ما انتم شايفين، وهنحط ايه حبة خلطة عليها من دي، ونتبلها بيها طبعا، عليها كل حاجتها، مش محتاجة اي حاجة احطها تاني على البطاطس، لان انا حاطة عليها كل الحاجة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. البطاطس بقت روعة. تاكلي البطاطس، يعني انا اكلت البطاطس واحلى كمان من السمك، يعني شوفوا ازاي، يعني من طعمتها من الخلطة دي اللي حطها عليها. هنا بقى قلب السمكية كده زي ما انتم شايفين، بصوا فل ازاي، احشيها كده واملاها حشو كلها، شايفين، واوقفها في الصينية كده، توقفيهم جنب بعضيهم كده. طبعا الخلطة حطها عليها زيت، يعني البطاطس كده عليها زيت وعليها كل خلط، كل الحباش اللي انا حطاه، يعني كده تطلع فل. حبة البطاطس دول يا جماعة والله بأمانة زي العسل، طلعوا زي العسل البطاطس اللي، يعني انا ما كنتش باكل البطاطس قوي اللي تحت السمك، لا، الخلطة دي خليتها تحفة. بس جربوا الخلطة كلها والحاجة اللي حطها دي كلها تحفة. اهو بصي ترصيه كده فوق الصينية، شايفين طبعا السمك زي الفل. هنا بقى دي مقفولة شوية، هفتحها شوية عشان تاخد حشو. املي حشو، زي املي حشو، الحشو ده اتاكل منها بقى جميل، يعني ما حدش ساب الحشو الحقيقة يعني. اهو هنا اعدليهم بقى في الصينية كده، وحطي بقى بقية الخلطة عليهم دي، شايفين، هتنزل على السمك وعلى البطاطس زي العسل. الطرق السمك ياما، بس والله الطريقة دي يا جماعة انا يعني هما اللي كلوا منها يعني قالوا لي جميلة تحفة، حاجة عسل كده. اهو بص انا حطيت حبة، شلت حبة الزيت الباقيين ليه، حطيتهم فوق الوش بقى زي ما انتم شايفين كده. اهو بصوا، ترش حبة الزيت، وحطيت الليمونة، بقيت الليمونة التانية كبيرة برضو كلها مية اهي، حطيتها فيها اهي زي ما انتم شايفين. والقرن الفلفل ده عشان حامي، انا حاطه طبعا في التوم فلفل، فمش عايزاه يبقى حامي اكتر، يعني يبقى سبايسي اكتر. اهو بص هنقطعه كده عشان اللي عايز اختيار، يعني اللي عايز ياكل القرن الحامي ده ياكله. وهنا زي ما انتم شايفين كده كنت حاطه الليمون بس شيلته، عصرته. شايفين والله يا جماعه طلعت زي العسل، حبه سمك من الاخر يعني. اهو هنا بقى بقيه التومه شايفين، هنحطه بقى ايه حتتين فوق الوش كده، حاجه تحفه بقى. حطيها بقى على الفرن من تحت في قعر الفرن، تنزل ميتها بقى كده وتشربها شويه، وبعد تحطيها على الشبكه، وبعد كده حطيها تحت الشوايه. هنا بقى بصوا يا جماعه، هنا خلصت اهيت، شايفين كده. هندخلوها بقى ايه الفرن زي ما قلت لكم كده، حطها على الصاجه في قعر البوتاجاز، عشان الميه اللي تنزل تشربها بسرعه، وما تنزلش السوائل اللي في السمك كلها، ولا ما تعملش ميه ياما. احنا كده عايزينها ايه، بعد كده انا حطيتها على الشبكه وعملتها شويه. ايه رايكم بقى، ايه رايكم؟ وات زي ما انتم شايفين كده، غرفت حطيت بقى في السرفيس وحطيت بقى جهزت السفره، بصوا جميله ازاي. والبطاطس بقى هتاكلي منها مش هتشبعي برضو، زي ما السمك هتاكلي منه مش هتشبعي. حتى الخلطه اللي جوه السمك ده كلناها، حاجه جميله، بالعيش بقى ولا رز ولا حاجه، يعني الاكله دي بالعيش جميله.